فيديو النهارده يا شباب انا بوريكم بشرح لحضراتكم طريقه تركيب ميكانيزم سرير المتر. ده سرير المتر طبعا يا شباب فيه 18 سم ورا الكوبوستا بالشكل الجمالي اللي انتم شايفينه ده 18 19 سم ورا يا جماعه ولا 20 سم ورا، ومعمول طبعا بشكل كاميرا زي ما انتم شايفين. وده الميكانيزم بتاعه يا جماعه ميكانيزم المتر. لو عايز تشوف طريقه تركيب الميكانيزم المتر كمل معايا اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين عاملين سويد يا شباب وعاملين تنظيم 10 وزي الفل اهو بيتمشى على الجول يا جماعه. تديك عمر طويل جدا وتدي لك زي ما انت عايز تقول لان شغلها كويس وشغلها ممتاز و10 على 10. فجربها برده قدام حضراتكم يا شباب اهي. نفتح ونقفل الميكانيزم يا جماعه بتاعنا اهو يا شباب. بص بيركب الميكانيزم ما بيردش، مفيش رد ولا في الكلام ده اهو. بص يا شباب انا بفتح لغايه فين؟ بص يا شباب اهو. الميكانيزم معمول يا جماعه بجوده عاليه ومعمول بطريقه 10 على 10. زي ما انتم شايفين الميكانيزم انا فاتح منه جزء اهوت. في ناس كتير يا جماعه بتيجي تعمله تلاقيه بيرد منها، لا احنا الحمد لله عارفين بيتعمل ازاي بالظبط. لو عايز تشوفه بيتنفذ ازاي ويتعمل ازاي كمل معايا اخر الفيديو. انا شرحت لحضراتكم كل حاجه وهقول لحضراتكم كل حاجه بالمقاس. وكان معاكم اخوكم مدحت من اساس الراقي. يلا بينا نروح نشوف الفيديو مع بعض. بس قبل ما نروح ما تنسوناش اللايك والشير والاشتراك في القناه وهفتحه واقفله قدام حضراتكم وبعد كده نروح نشوف الفيديو مع بعض. ادي يا شباب اهوت اهو. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض يلا. زي ما انتم شايفين يا شباب ده الميكانيزم اللي هو المية ده يا جماعه المتر. ميكانيزم المتر افضل ميكانيزم البرنس، حاجه ممتازه وحاجه 10 على 10. ده اسمه يا جماعه وده العلامه التجاريه بتاعته. اي حد عايز يجيبه يجيب ده يا جماعه. البرنس ده انضف نوع. اوعى تجيب التركي تعبان قوي. طبعا اثنين ميكانيزم، اثنين هيدروليك مساعدين وادي الميكانيزم بتاعه. كده احنا بنشرح لحضراتكم طريقه تركيب ميكانيزم السرير المتر. بسم الله. زي ما انتم شايفين يا شباب احنا بنجيب حتة 75 في تخانة 7 ونص. زي ما انتم شايفين انا علمت اول حاجة بعلم الثلاث اقرام بتوع الميكانيزم من تحت وبروح جاي محرم ببنطة 8 يا شباب، وبعد كده بخوش لها بالبنطة المعلقة من ورا عشان خاطر راس المسمار ما تبقاش بارزة لما اجي اثبت القطعة ديت في المدادة او في جنب السرير. زي ما انتم شايفين ركبت المسامير قدام حضراتكم اهيت، مفيش اي بروز، وبركب تاني مطرح ما انا معلم بالظبط، واربط المسامير بتاعتي عادي خالص بره كأني مفيش اي حاجه خالص. يعني انت بتربط الاجزاء دي خالص وفي الاخر هقول لك تثبتها ازاي بطريقه سهله وطريقه بسيطه. بربط طبعا بالبيبه بتاعتي واقرط عليها، بتبقى سايبه زي ما انتم شايفين مفيش اي حاجه خالص فيها. قطعه اهي قدامكم يا جماعه سايبه خالص ما فيهاش اي حاجه. بعد كده دي قطعه يا جماعه انا بحطها حته الزانه دي انا بحطها بتبقى خلوص بينها وبين الايه الايد ده اللي هي طولها مترين دي يا شباب زي ما انتم شايفين. وبسيب قيمه مثلا ايه 3 سم من ورا، وبسيب من الميكانيزم نفسه الحديد من ورا اللي هي القطعه اخر الحديد بتاع الميكانيزم لغايه اخر المداده او اخر السرير بسيب بتاع 7 سم ونص. طبعا بركب كده وبعلم يا جماعه القطعه السويدي من تحت زي ما انا بركبها كده عادي. وده قشاط يا جماعه تخانه سم بيرفع لي لفوق بحيث ان انا ايه لما اجي افتح الميكانيزم واقفله ما يبقاش فيه اي احتكاك، لان دي انا مش عايز احتكاك فيها، لان المله هي اللي هتيجي في الاخر من فوق تصد على الايه على الحته اللي متسمره السدابه اللي متسمره شمال ويمين اللي هي مشيله الملل. زي ما انتم شايفين انا خرمتها زي ما انتم شايفين وعملت بالبنطه المعلقه عادي ما فيهاش اي مشكله. بركب برده 3 مسامير. هو المفروض الميكانيزم يا شباب بيجي كل واحده بيجي معاها مسمارين. زي ما انتم لاحظتوا المسمار اللي في النص اسود لان انا بزود لها 3 مسامير بتبقى امتن وبتبقى متينه عن المسمارين. بقرط طبعا بالبيبه زي ما انتم شايفين على الايه على الصواميل زي ما انتم شايفين بقرط عليهم جامد. طبعا دلوقتي يا جماعه الجزئين قدامكم سايبين خالص اهمت ما فيهاش اي حاجه خالص، سايبه خالص ما فيهاش اي حاجه. زي ما انتم شايفين بظبط دلوقتي كده ايه ال7 سم ونص. الخشبه يا جماعه اللي هي البنده يبقى في خلوص 3 سم بينها وبين السرير، لو في مثلا مسافه من ورا يبقى بينها وبينها برضه ايه 3 سم. وبالنسبه
للميكانيزم نفسه الحديد بقى يبقى فيه 7 سم بينها وبين الايه، يعني انت بتيجي 7 سم الحديد ويبقى السويد ايه 3 سم. وزي ما انتم شايفين انا بخرم يا شباب دلوقتي، بدق طبعا بشوف الاماكن المليانه وببتدي اخرم ببنطه 5 مللي بخرم بيها، وبعد كده بروح جاي ظابط بقى من فوق زي ما انتم شايفين يا شباب. هظبط دلوقتي بالزاويه السبعه بتاعتي وبظبط الانطلاقه بالظبط، وبعد كده باجي من فوق اخصم بالظبط يا جماعه قيمه رقه بلاكاش، يعني ارجع كده قيمه رقه بلاكاش قيمه 3 مللي بالظبط، واروح جاي رابط اول مسمار اهوت يا شباب زي ما انتم شايفين، بربط الايه قيمه 3 مللي، وبعد كده بروح رايح فين كده انا ظبطت اهو 3 مللي مظبوط، وبروح جاي رابط المسمار بتاعي تمام زي الفل، بربط مسمار واحد واروح برضو من هنا كده بروح جاي نازل برضو واظبط قيمه 3 مللي برضو، ارجع 3 مللي عن السدابه اللي هيتحط عليها المول، وبروح جاي رابط. بتقل طبعا المسامير بتاعتي يا شباب زي ما انتم شايفين، بتقل المسامير بتاعتي كويس بحيث ان هي تبقى ايه متينه وتبقى قويه معايا. طبعا انا ما غردش يا جماعه الشباب ليه، لاني لسه بجرب وبعمل التجربه بتاعتي وافتح واقفل الاقيه تمام، بعد كده بحط الغيره الخام بتاعي واروح رابط المسامير تاني يا شباب بتبقى زي الحديد معايا. زي ما انتم شايفين السرير ده طبعا له طريقه تركيب معينه، بس هي عادي هتركبها زي اي مداده عادي. خليك معايا يا جماعه متابعين معايا، هجيب لكم طبعا المداده وانا بربط المداده برضو قدام حضراتكم، سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين قدامكم اهوت يا شباب. انا هعدلها قدام حضراتكم السرير ان انتوا تشوفوا طريقه التركيب. لو انتوا لاحظتوا يا شباب اهي بتركب بيفتح ويقفل عادي خالص معايا، وزي ما قلت لحضراتكم خصموا 3 مللي عشان خاطر كده. زي ما انتوا شفتوا يا شباب برضو انا جبت المداده اهي بقى، دي مداده زي اي مداده بتاعت سرير، هشرح لحضراتكم عليها برضو بحيث ان حضراتكم تبقوا فاهمين كل حاجه. لو برضو متلخبطين شويه في اللي هي الجزء اللي فات ده، لان ده برضو سرير المداده نفسها في واجهه سرير، فالسرير بتاعنا في الاخر بتشوف كانه شكله شكل كنبه بس شكله جمالي وشكل حاجه ايه كويسه جدا، يعني حاجه جميله. زي ما انتم شايفين بخرم برضو حته 75 في تخانه زي ما بقول لكم كده، بنخدمها من فوق شمال ويمين، ولا بقى نقطع بقى ولا بنشطف الخشبه، لا مربعه عاديه زي ما هي. بركب طبعا الثلاث مسامير بتوعي وادوهم دقه حلوه كده بحيث ان المسمار يبقى ايه راكب حشو. زي ما انتم شايفين بركب برضو الميكانيزم بتاعي، الموضوع سهل وبسيط جدا ما فيهاش اي مشكله اهو. بركب يا جماعه الميكانيزم بتاعي واربط الثلاث صواميل برضو واقرط عليهم عادي، كل حاجه بره يعني، ولا تحط ولا تثبت حاجه في الخشب الاول ولا الكلام ده، انت بتخلصها خالص بره يا شباب، وبعد كده بتبتدي تشتغل. بجيب طبعا الحته برضو اللي هي طولها مترين زي ما انت عايز بقى، طبعا بتجيبها طولها مترين تخصم من قدام 3 ومن ورا 3 عن المداد، يعني لو المداد طولها مترين بتخصم من الحته السود دي بقى يا شباب، بتشيل من هنا مثلا 3 سم ومن قدام 3 سم، بحيث ان انت لما تيجي تربطها ما يبقاش في احتكاك من فوق ولا من تحت، وانت برضو جاي بتفتحها تعرف تحط ايدك من قدام وتفتحها عادي بكل سهوله. طبعا ما ننساش القشاط يا جماعه، ده قشاط قيمه سنتي بحطه طبعا، او اي حاجه انت لو جبت حته مثلا خشبه هتعطيها 2 سم مثلا، سم قدام وسم ورا، بتدي لك الخلوص بتاعك ان ما يبقاش في اي احتكاك في المداد. بعلم طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين، وعلمت الثلاث تخرم، وببتدي برضه اخرم بالبنطه ال8 زي ما حضراتكم شايفين. بنخرم اهوت يا شباب، وطبعا بنفحر للمسمار زي ما قلت لحضراتكم بالبنطه المعلقه. نركب طبعا المسامير بتاعتنا ونبتدي نركبها برضو من يمة التانية، وبربط الصواميل بتاعتي زي ما انتم شايفين، بلقط الصواميل عادي خالص شمال ويمين، واللي في النص طبعا يا جماعه ديت برضو المسامير كانت خسعت، فبالتالي بركب لها المسامير اللي هي الايه اللي هي السمره بتاعتنا عاديه ديت، مسمار 13 بيبقى جميل ومتين وبيبقى زي الفل يا شباب. زي ما انتم شايفين اهو الميكانيزم راكب خالص قدام حضراتكم اهوت، مفيهوش اي مشكله ومفيش اي حاجه. التركه كلها بقى يا شباب في التركيبه دي، تركه يا شباب وانت بتثبت الجزء ده في قلب الايه المداد، لازم انت زي ما ظبطت شمال تظبط يمين، ظبطت المداده الشمال تظبط المداده اليمين، ان هما الاتنين يطلعوا معاك بالظبط، ما يبقاش فيها اي اختلاف وتبقى مظبوطه بالظبط معاك، عشان خاطر ما تخسعش او تبقى مثلا تلاقي الميكانيزم معاك مش مظبوط او ممكن يفتح لوحده والكلام ده. زي ما انتم شايفين بنخبط يا جماعه، شوف المليان لان ده كبس طبعا، شوف المكان المليان واروح جاي مربط فيه المسامير بتاعتي بحيث ان هي تبقى متينه ويبقى زي الحديد. طبعا مسمار السن صاج ده يا شباب لما بنربطه بيبقى معايا زي الحديد، واخدين بالكم معايا. بركب بقى المسامير بتاعتي وابتدي اربطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
يا ريت يا جماعة لو الشغل اللي بنعمله او الحاجات اللي بنعملها، لان الحمد لله القناة بتاعتنا بتقدم اماكن سرية وبتقدم حاجات كويسة جدا. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا شباب تتابعونا، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تتفرجوا على كل الجديد بتاعنا ان شاء الله وكل حاجة بننزلها. لو الشغل اللي احنا بننزله او استفدت 1% مش خسارة فينا الدعم يا شباب. زي ما انتم شايفين ركبنا يا جماعة المدادة قدام حضراتكم، اهي بفتحها واقفلها عادي خالص، فاضل بس ركب المساعد. طبعا انا نصبت السرير قدام حضراتكم اهوت يا شباب ان انتوا زي ما انتم شايفين يا شباب احنا كده نصبنا السرير بتاعنا. ده السرير طبعا يا جماعه معمول بشكل جمالي يا جماعه، مختلف عن سراير الاطفال اللي احنا نعرفها خالص، لان معمول بالشكل الجمالي اللي انت شايفه ده. ده بنستخدمه مثلا بقى انتيكه، كتاب، اجنده بتاع، وانت قاعد على السرير بتاعك وساند على السرير، تحتاج اي حاجه، اجندتك، موبايلك، اي حاجه، الحاجات اللي هي متعلقه بيك يعني. وبتبقى مثلا عندك هنا الموبايل وهتكتب حاجه، مثلا عندك حاجه عايز تحطها هنا يعني شكل جمالي وحاجه جميله. السرير زي ما انتم شايفين يا جماعه بيحكي ان هو ايه، بيدي شكل ان هو زي كنبه بشكل جمالي يعني، وعاملين فيه طبعا شكل الرفوف ده اللي هو نظام المدرج ده، حاجه جميله وحاجه ممتازه. زي ما انتم شايفين انا نصبت السرير قدام حضراتكم يا شباب، وانا بوري حضراتكم ازاي نركب الميكانيزم. كده نصبت قدام حضراتكم اهوت، فاضل ان احنا نعمل ايه؟ نركب بقى المله بتاعتنا ونفتح الميكانيزم ونقفله ونشوف الشكل الجمالي مع التشطيب. خليكم معانا يا جماعه ما تروحوش في اي حته. طبعا بيجيب كده يا جماعه لازم يبقى فيه خلوص بين السرير عشان ما يبقاش فيه احتكاك بالمله وهي طالعه هنا. ورجعنا مع بعض تاني يا شباب. زي ما انتم شايفين بنبتدي نرصص بقى الملة بتاعتنا، عاملين طبعا الخلوص. انت حضرتك بقى بتحط مثلا، حط مثلا ايه، هتحط مثلا 11 مل، بتروح انت جاي مقسم بقى، بتشوف مثلا المترين وتروح جاي عامل خلوص، مثلا يتبقى معاك مثلا 80 او 85 سنتي، بتقسم ال 85 سنتي دولت على كام، على 11، بيديلك مثلا ايه 8 سنتي 7 سنتي زي ما يكون الخلوص، وابتدي تشتغل وتربط زي ما انتم شايفين. بحط المله بتاعتي طبعا وبروح جاي عامل الخلوص بتاع الميكانيزم. طبعا انا عامل الخلوص اللي هو القشاط اللي انا موريه لحضراتكم واحنا بنثبت الجناب. فطبعا بروح مظبط من واحده من قدام واحده من ورا واروح جاي رابطها، بخرم طبعا بالبنطه الستة، البنطه اللي هي الخمسه بتاع المقابض، وبروح جاي يا شباب مرابط بقى بالمسامير السن ساجد 5 سنتي، واحد شمال واحد يمين يا شباب، بنربط بتبقى زي الحديد وبتبقى ممتازة وجميلة ما فيهاش اي مشكلة. طبعا انا ربطت قدام وربطت ورا يا شباب زي ما انتم شايفين، وعامل الخلوص بتاعتي الحتتين دول اللي هو الخلوص ال7 سنتي بتاعي، بروح جاي عامل شمال ويمين وراح جاي حاطط يا جماعة ومرابط. والحتة القشاطة اللي في الجنب ديت يا جماعة انا عاملها قيمة سنتي شمال ويمين، ان انا بفتح واقفل ما يبقى، لان الحاجات دي هتبقى مدهونة، بفتح واقفل ما يبقاش فيها اي احتكاك ولا اي حاجة ان هي تجرح لي الشغل بتاعي. وزي ما انتم شايفين يا شباب انا بركبها قدام حضراتكم اهوت، بنربط المسامير عادي خالص، الموضوع سهل وبسيط. بتخرم مسمارين، طبعا معاك دريل واحد هتركب وتخرم، الافضل لو في دريلين ولا حاجه بتخرم بتخرم بواحد ايه وتربط بالتاني. العيد ده برضه يا جماعه الامكانيات بتسهل للواحد الشغل وبتخليك تقدر تطلع شغل كويس وشغل مظبوط. وطبعا المله يا جماعه انت بتخصم طبعا المله دي وانت بتركبها، لازم تخصم يا شباب. يعني مثلا لو هتخلي الممله بتاعتك مشيله، يعني مثلا لو هتخليها مشيله على السويد مثلا بتاع سنتي، مش هتزعلك في حاجه، عشان برضو هي بتقفل وتفتح ما تضايقكش او يبقى في احتكاك، او تركب على الحرف اللي هو بتاع السدابه بتاع المداده، مش هتبقى كويسه وهتبقى رخمه مع الزبون. يعني كل ما الخلوص يبقى كبير كل ما هيريح في الفتح والقفل، ومش هيبقى في احتكاك ولا يضايق الزبون وهو بيرفعه ويفتح. لان انت مثلا راجل محترف مثلا، فانت ايه هتقدر تركبها وتعمل كل حاجه حتى لو الخلوص ضيق، لكن الزبون طبعا بيبقى ايه، تعرفين الموضوع بيبقى معاه صعب شويه. زي ما انتم شايفين احنا بنربط يا جماعه، والشكل الجمالي يا جماعه حته سرير تحفه وحاجه جميله وممتازه. الدعم بيفرق معانا كتير. ابو غابه القصاص الراقي، دعمكم بيفرق معانا يا شباب. اكتر اللي بيتفرجوا يا جماعه ما بيعملوش لايك ليه؟ انت لما تعمل لايك مش هتخسر حاجه، لايك مش هيخسرك حاجه، بالعكس اللايك فعلا بيدعمني، بيخلي الناس تشوف الفيديوهات وبيخلي ان الفيديو بترجحه اليوتيوب ان هو كويس والناس بتتفرج عليه. غير كده يا شباب انت لما ما بتعمليش لايك تعبي بيروح على الارض. بس على العموم عملت لايك ما عملتش لايك احنا بنحبكم، وهنتنيني برضو ننزل فيديوهات، لان بصراحة الواحد حب الموضوع. واللي انتوا عملتوا لايك ما عملتوش لايك، بس اعملوا لايك مش هتخسروا حاجة. زي ما انتوا شايفين يا شباب كده خلصنا السرير خالص اهوت، وكده يا جماعة بقى زي الفل. شايفين الشكل الجمالي، شايفين التحفة،
شايفين يا جماعة السرير التحفة؟ ما شاء الله والله حاجة جميلة وحاجة تحفة، والله نستاهل لايك واشتراك في القناة كمان. ادي المساعد يا شباب ركبته، تركب طبعا المساعد فوق وشمال ويمين زي ما انتوا شايفين يا جماعة. بنركب المساعد بتاعنا تمام، وبنربط المسامير شمال ويمين. دي حاجة بسيطة خالص يعني، حاجة سهلة بقى ديت ايه. طبعا انت بتركب المساعد قدام حضراتكم زي ما انتوا شايفين بنركبه. تمام يا شباب، ركبنا اهوت تمام زي الفل. وبكده يا شباب يكون الفيديو بتاعنا بقى خلص، ونكون مهمتنا احنا خلصت. ايه الحلويات والملابسات دي؟ زي ما انتم شايفين يا شباب حاجه تمام تمام وحاجه 10 على 10. طبعا حضراتكم طبعا فوق المول اهو بيتمشى فوق المول يا جماعه. افضل حاجه وامثل حاجه يا شباب زي ما انتم شايفين. انا بقول لكم الشغل ده ليه؟ احنا الحمد لله بوري حضراتكم كل حاجه شغل ابيض عشان حضراتكم تشوفوا جوده الشغل والنجاره وازاي والنظافه. زي ما انتم شايفين يا جماعه، بصوا يا جماعه الشغل النظافه، شايفين الشغل يا جماعه، شايفين الجوده. اهم حاجه يا شباب الجوده بتاع الشغل قبل الخامات. هي الخامات مهمه بس قبل الخامات دايما نقول الكلام ده في الفيديوهات بتاعتنا. قبل الخامات يا جماعه لازم نهتم بالصنعه قوي، لان الصنعه ديت من غير خامات من غير صنعه ملهاش لازمه. زي الطبخه ملهاش طعم. زي ما تقول مثلا واحد شيف كبير بتجيب له اقل حاجه بيعمل لك احلى لقمه واحلى ايه وجبه. لكن زي ما انتم شايفين احنا شغالين لما بنشتغل ونعمل شغل مثلا يطلع مش مظبوط ولا الكلام ده بتعدم الدنيا. يعني لو معاك خامه عاليه قوي قوي واعلى خامات وصنايعي مش تمام هيبوظ الدنيا. فلازم يا جماعه نشتغل على نفسنا ان احنا نعمل افضل حاجه ونعمل احسن حاجه. وزي ما انتم شايفين يا شباب انا بتمشى قدام الفوق ميكانيزم اهو زي ما انتم شايفين ما فيهوش اي مشكله ولا في اي ايه تعريض. وزي ما انتم شايفين هنبتدي ايه نفتحه ونقفله قدام حضراتكم اهو. شايفين يا شباب الميكانيزم شغال زي الفل قدام حضراتكم. نفتح نقفل. حاجه جميله يا شباب وحاجه الف الالف. لو عايزين تشوفوا احنا نفذنا الميكانيزم ده ازاي وعملناه بالشكل ده ازاي يا شباب اهو، شغل سويد يا شباب وحاجه 10 على 10 بقول لك تمام التمام وحاجه الف الالف. لو عايزين تشوفوا احنا شغالنا ده ازاي اهو، بص يا شباب اهو بركب وبطلع وبنزل ولا في اي مشكله ولا اي تعليق. لو عايزين تشوفوا احنا نفذنا ده ازاي كملوا معانا لاخر الفيديو هتشوفوا كل حاجه معانا. وكان معاكم اخوكم مدحت من قناه ابو فضل اساس الرافي. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه. سلام.